قدر ولطف، القادر بيلطف، بس شوفي اللطف. اتجوزت واحد كنت بحبه جدا، تقدم لي واهلي رفضوه تماما. المهم اهلها وافقوا علشان هي مرتبطه بيه نفسيا. يوم الفرح بتقول لي انا في وسط البنات برقص معاهم ومش عارف ايه وكده، فبدور عليه ما لقيتوش. اقول لهم فين؟ بيقول لي بيظبط حاجه واتلهي شويه مع البنات، ارجع تاني في وقت طول. هو فين؟ لقيت اختي جايه بتقول لي انا بصراحه مش راضيه اقول لك من بدري، هو فضل يرجع شويه وتعب فودوه المستشفى، واحنا قلنا حاجه بسيطه وهيجي ومش هتاخدي بالك، لكن هو هيحجزوه في المستشفى. واختي اتصل قال لي اقفلي الفرح. قفلوا الفرح والبنت اتكسرت فرحتها. متخيلين؟ بنوته بقى فرشه شقتها ورايحه على عريسها. وابويا قال لي مش هينفع ان انت تروحي البيت بفستانك، فروحي على شقتك واخواتك هيبيتوا معاكي. روحت على شقتي واخواتي بيتوا معايا. رحت له الصبح لقيته متربط ايديه ورجليه في العنايه المركزه ساعتين ومات. مات ليه بقى؟ واخد جرعه مخدرات. انت كنت رايحه في الداهيه وربنا خدك. ده طلع واحد بيشرب. انت كنت رايحه في الداهيه، في الم ونفسيه طبعا. واحده كان الله في عونها، موقف رهيب ربنا ما يحط فيه بنوته ابدا. ولكن كسره القلب دي، ولا كان بعد شويه تبقى واحد بقى خمرجي ولا بتاع بيشرب، ولا بس نشوف اللطف. المواقف بتبقى صعب، الالم اللي بنعيشه احيانا بيبقى صعب، ولكن في لطف، في حاجه احنا مش عارفينها. في حاجات بقى بتبقى لطف زي كده بس احنا مش شايفين الا الالم. هو ده حصل ليه؟ مش عارفين. اذا بقى في النقطه دي يكون عندي ايه؟ ثقه في الله ان في لطف بس انا مش شايفاه.